صباح الخير يا اغلى الغاليين. النهارده بقى هناكل مع بعض اكله حلوه قوي وهنعملها كده مع بعض. النهارده هعمل لكم العجه الفلاحي. اكله من الاكلات الجميله بتاعت اجدادنا، بس حلوه قوي. انا بحبها لان ماما الله يرحمها كانت بتعملها وكنت بحبها قوي قوي من ايديها. فانا لسه متمسكه بالحاجات القديمه والاكلات القديمه دي. العجه جميله جدا، يلا نشوفها مع بعض. ده البصل اهوت، انا قطعته كده بعد ما غسلته وحطيته في مصفى. قطعته كده جهزته علشان احطه في الكبه. هضربه في الكبه. وده رز مسلوق، ودي طماطم نزلتها في ميه سخنه وشلت القشره من عليها، وهضربها برضو في الكبه بالمره بعد البصل. ودي خضره، 3 انواع خضره: كزبره وشبت وبقدونس، والرز المسلوق والطماطم والبصل. هي بتتكون من 5 مكونات. حطي اهي كده. بعد ما خلصت طبعا ما ننساش البيض، اهم حاجة، لان هي الاكلة ديت يعني هي تعتبر اكلة من اكلات العجة. يعني دي عجة بس عجة فلاحي. في ناس بيعملوها بالدقيق، انا بحبها بالرز. بتحمري البصل، كمية بصل حلوة كده، نص كيلو ولا حاجة، على 7 بيضات، على هاتي نص كيلو بصل. هاتي حلة حطي فيها حوالي ربع كوباية زيت. لما يسخن الزيت قوي انزلي بالبصل، قلبيه كويس، قلبي لغاية ما يبقى لونه ذهبي. انزلي على البصل بكوباية طماطم مركزة وسيبيهم مع بعض لغاية ما يتسبكوا. اطفي النار، سيبي البصل يبرد. هاتي بقى الرز اللي انتي سلقتيه، نص كوباية رز صغيرة، صفيه، حطيه على البصل وعلى الطماطم وقلبي كويس. هاتي الخضرة حطيه على البصل والرز والطماطم المتسبكة. بعد كده هاتي بقى 7 بيضات 10 بيضات على حسب ما تحبي. كسريهم وحطيهم على الخليط دوت وقلبي كويس. حطي ملح وفلفل وبهاراتك، ما تحطيش بهارات غير ملح وفلفل. يعني هو الملح وفلفل ده يعني الفلفل من البهارات. قلبي الخليط كويس. هاتي صينية. انا جبت صينيه من اللي هي الطويله، اللي هي الطويله مش المدوره. حطيت فيها حوالي 3 معالق زيت على النار. اول ما سخنوا رحت نازله بالخليط ومسوياه كده زي ما تكوني هتعملي كيكه، وبعد كده دخليها الفرن وهتطلع معاكي احلى عجه زي ما حضرتك شايفه كده. وانا طبعا ما بستكفاش طبعا بصنف واحد، فجبت بطاطس سلقتها وهرستها، وجبت 3 فصوص توم كبار هرستهم، وجبت وشلت شويه خضره من اللي هعمل بيها العجه، حمرتهم مع التوم ورحت نازله عليهم بالبطاطس وقلبتهم كويس، وحطيت فلفل وملح زي ما حضراتكم شايفين كده. طعمها وريحتها حلوه قوي. جنب الاكل برضو جنب زيتون مخلل، جنب ليمون مخلل. بس كده ادي النهارده غدانا الجميل. جربوها يا جماعه هتعجبكم قوي، لان احنا مش هنفضل طول الوقت ناكل بيض وناكل لحمه وناكل سمك. لا، احنا ممكن بقى نغير وننوع ونعمل حاجات كده جميله زي كده، وعودوا ولادكم عليها لانها اكله من الاكلات الجميله جدا اللي هتعجبهم لما ياكلوها. بس ودي كانت اكلتنا النهارده وغدانا. اللي حابب يعملها يتفضل، واللي عنده سؤال انا تحت امرك. وبس كده، ما تنسيش بقى تعملي لي لايك وتشتركي في القناه، واترككم في رعايه